بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الإصلاح طريق ثماره طيبة لا يسير فيه إلا من أراد خيرا بالأمة. رعى الله الأحبة حيث حلوا، لهم في القلب مرتحل وحل، خيول الشوق مسرجة إليهم، تبارت حيثما ساروا وهلوا. الأخوة الحضور، هناك طرق كثيرة تؤدي إلى ما نصبو إليه، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. لن تعي هذه السلطة السيئة ومن تبعهم بسوء إلى يوم الدين أن للأحرار موقف وقرار، وللحق سيوف ورجال. وهناك رسائل ثمينة، رسالة إلى كل صاحب ضمير، ورسالة إلى من يهمه تلاحم الأمة، ورسالة إلى من يهمه الوطن. وأول متحدثين بهذه الرسائل ما عرف عنه وجبل عليه دماثة الخلق وعفة اللسان، لا يخشى في الله لومة لائم، الدكتور سعد فجحان، فليتفضل مشكورا. مساكم الله بالخير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أولا يا الأحبة، أشكر أبو براك جزاه الله خير على حسن نيته، وكذلك احترامه ودعوته في هذا المكان المبارك، كما أن شخصيا تقديمه لي هذا تاج شرف أعتز به أمامكم، وكذلك أمام الوجيه الطيبة وهذا الحضور الكريم. هنا أيها الأحبة عدة نقاط نريد أن نتكلم فيها، عبارة عن 3 نقاط. النقطة الأولى، لا بد أن نعرف أن المجتمع الكويتي يختلف كثيرا جدا عن باقي المجتمعات، من أنضج المجتمعات سياسيا، ومن أفضل المجتمعات من ناحية برلمانية. وهذا ليس من الآن، من دستور الدولة واستقلالها من 61 وهي تصبو هذا الاتجاه، وهو إعطاء كل مواطن حقه ومستحقه في إبداء رأيه ومشاركته في القرار. وهذا بحد ذاته من الدين، هذا بحد ذاته هو عدل الإسلام. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة أول كلمة قالها أمام الناس رسالة، بيّن حقه وبيّن كذلك جهة الرقابة منهم عليه. قال: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أصبت فأعينوني، وإن أخطأت فقوموني. هذه العبارة بحد ذاتها هي البرلمان، هذه العبارة بحد ذاتها هي مجلس الأمة. ليش؟ لأن مجلس الأمة كما تعرفون يقوم على أمرين مهمين خطيرين جدا. الأمر الأول الاقتراحات أو ما يسمى بالتشريعات، والأمر الثاني هو الرقابة على السلطة التنفيذية. لأن كل دولة فيها 3 سلطات: السلطة القضائية والمتمثلة بالمحاكم ووزارة العدل، والسلطة التنفيذية والمتمثلة بالحكومة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، والجهة الثالثة التي هي ركن من أركان قيام الدولة، الجهة الرقابية أو التشريعية والمتمثلة بمجلس الأمة. لذا إذا عرفنا أيها الإخوة خطورة هذا الأمر، هذا المجلس بجهتيه الخطيرتين، الجهة التشريعية والرقابية، إذا عرفنا قدره نعرف أهمية تصويتنا فيه وأهمية اختيارنا. لذا الإنسان الذي يصوت ويبدي رأيه واختياره هذا بحد ذاته مشاركة في بناء دولته. الكويت أيها الأحبة أعطتنا الكثير،
أعطتنا الكثير، لابد أن ينسب الفضل لأهله. الله سبحانه وتعالى حبانا بحكام ودولة آمنة مطمئنة. هذا الأمر ألا يستحق أن احنا نعطي؟ ألا يستحق أن نختار من يبني دولتنا ويشرع لنا ويحمي حقوقنا؟ لذا أيها الأحبة، قضية المجلس وأهميته والتصويت فيه قضية مهمة جدا، ليس بإذن الله فيها حرمة شرعية وليس فيها عيب. يا أخوان، ما زال إلى هذا الوقت ناس يتحرجون يودون أهلهم يصوتون، ولله الحمد والفضل والمنة. ديرتنا ديرة ستر، ديرة خير، ودي أهله مستورين ورجعهم مستورين، بس تبدي رأيها. عثمان رضي الله تعالى عنه خلافته كانت بهذه الطريقة. خلافته عثمان أريد أن أتكلم فيها بنقطة بسيطة. خلافة عثمان لما توفي عمر رضي الله تعالى عنه كانت الخلافة في ستة من الصحابة. جعل عمر الرأي لهم، قال إذا اخترتم اختاروا واحد من هؤلاء الستة، وكلهم فضلاء، من ضمنهم سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، وصحابة فضلاء. لكن من ضمنهم كذلك عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، فتنازل الستة حتى وصل الأمر إلى 2، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. فأراد الأمر أن يفصل فيه، ماذا يصنع؟ اقترح الصحابة بإجماع الأمة أن يكون الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف، ويستفتي الناس استفتاء الناس وسؤالا من تختار، هذا هو الانتخابات وإبداء الرأي. فاستفتى الناس حتى قال رضي الله تعالى عن عبد الرحمن بن عوف، قال والله ما تركت أحدا إلا سألته، حتى المرأة البكر في خدرها يدخل عليه يقول من تختارين، عثمان ولا علي؟ قال فلم أرى الناس يعدلون بعثمان، كلهم يقولون عثمان لكبر سنه وسبقه رضي الله تعالى عنه، فكلهم لا يعدلون بعثمان، كلهم يقولون عثمان. فأجمعت الأمة على اختيار عثمان، وهذا هو بحد ذاته وبعينه هو الانتخابات ومجلس الأمة. فأنت يا عبد الله إذا ذهبت واخترت، هذا عبارة عن بناء دولة، هذا عبارة عن بناء مؤسسات، عبارة عن حماية للمال العام. هذا أمر مهم، قضية التصويت والمشاركة فيه. القضية الثانية وهي الأهم والأخطر، من تختار؟ من تختار؟ نحن يا الأحبة كما قلنا في مجتمع وفي دولة ولله الحمد والفضل والمنة، السقف السياسي وإبداء الرأي عالي جدا، تختار من تشاء، تتكتل مع من تشاء، وإن لم تكن أحزاب لكن تكتلات، هناك تكتلات شعبية، هناك تكتلات إسلامية، هناك تكتلات قبلية، فيوجد أكثر من تكتل وكلهم وجهات نظر، ولا حرج في هذا كله، هي كلها خدمة للبلد، خدمة للكويت. لكن من التكتلات المهمة لا سيما نحن في مجتمع قبلي، التكتلات القبلية ولله الحمد يوجد قبائل، يوجد عوائل فاضلة تخرج أناس فضلاء، هذا بحد ذاته هو بداية النجاح. أول خطوة للنجاح أنك تختار من قبيلتك، من عائلتك، ممن يمثلك، من أي جهة ومن أي قبيلة ومن أي عائلة ومن أي شخص، إذا اخترته بنجاح هذا بحد ذاته هو أول خطوة النجاح، أن تختار. وهذا الاختيار ثق تماما أنه يرجع إلى أمرين: إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين، لا بد أن يتمثل فيه هذين الأمرين، القوة والأمانة. وما معنى القوة؟ نريد أن نتكلم على ما معنى القوة هنا. قضية القوة، هل هي القوة قوة جسمانية؟ لا. هل القضية قوة بدنية؟ لا. القضية في القوة بجميع ما تحتوي هذه الكلمة. القوة في الشجاعة، يكون عنده شخصية شجاعة. القوة في إبداء الرأي، في الاعتراض، في الاقتراح. القوة بالكلام والفصاحة. القوة كل هذه كلها تسمى قوة. القوة في سعة الصدر، القوة في حفظ الكلمات، لا يمكن أن يمسك عليه ولا كلمة، هذا كلها قوة.
ليس المقصود بالقوة يعني قوة البدن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه لما جاء أبو ذر أحد الصحابة الشجعان من أوائل من أسلم ومن الناس الفضلاء، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أمرني، يعني عطني أمارة على جهة معينة، استعملني، أمرني. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد أن ننتبه له، قال يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. الشاهد من هذا الكلام قال وإنك يا أبا ذر رجل ضعيف. أبو ذر كان شجاع، تقاتل مع قريش كلهم عليه، تقاتل معهم لما أسلم، ما فيه من ناحية الخوف البدني ما فيه، لكن ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بالضعف هنا؟ قال إنك ضعيف وإنها يوم القيامة أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ما المقصود بالضعف هنا؟ كان رضي الله تعالى عنه لم يكن يصبر على الناس، صدره ضيق، صدره ضيق، ما كان يصبر على الناس، يزعل بسرعة. لذا من القوة أن يكون الناخب، أن يكون الإنسان الذي يمثلك واسع الصدر، يصبر على الناس، ومن جلس للناس يجلسوا له. اللي يريد أن يسلك هذا الطريق ويقف في هذا المكان لابد أن يكون أهل له وأن يتحمل. لذا أول أمر على الإنسان الذي يمثل الأمة أن يكون صادقا في نفسه ومع غيره، كلمته يكون على قدها ولا لا يتقدم لها، كلمته يكون على قدها، صادق مع نفسه ومع الله ومع الناس. أما ينجح يسكر بابه ولا يصرف الناس ولا تغريه الدنانير والمناصب، هذا فضلا على الضعف الديني، هو خيانة للأمة كلها. بعض الناس يا أخوان، والإنسان كماله عزيز لكن يسعى للكمال، لكن بعض فضائح الناس مستورة وبعض فضائح الناس مشهورة، وهذا أخطر شيء. أمام الناس خائن، أمام الناس قبض الملايين، والله وين يودي وجهه من الناس ومن الله. لذا أول النجاح أنك تختار القوي الأمين، القوة، والمقصود بها القوة في الشخصية، القوة في الطرح، القوة في إبداء الرأي، القوة في عدم الإغراءات والخضوع لها. أنت راح تقعد مع وزراء، تقعد مع رئيس مجلس وزراء، تقعد مع ملايين، تمشي مناصب، تعال ايش تبي؟ فمن القوة أن يكون الإنسان على قدر هذه المسؤولية. كذلك الأمانة، وهي أعظم أمر عرض على البشرية والخلق كله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما يعرف قدرها إلا من أخذها بحقها. قال صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلا بد من وجود هذين الأمرين، القوة والأمانة. لذا أنا أريد أن أنبه على أمر بعض الناس قد يجهله. ليس المقصود دائما أيها الأحبة في الأمانة أو القوة، ليس دائما، ترى يا أخوان، مو طول اللحية ولا قصر الثوب. الأمانة والقوة هو الطرح والصدق مع الناس ومع الله. لا بد أن نعرف هذا الأمر. كم من الناس الحاوا ثياب وفشلوا، والله أنهم فشلوا الإسلاميين قبل غيرهم. وكم من الناس عنده بعض التقصير، لكن والله إن وقوفه مع الحق إن لعل بإذن الله يدخل الجنة. وقوفه مع الحق بإذن الله أنه يكون بإذن الله شفيع له عند الله سبحانه وتعالى. لذا لابد أن نهتم بهذا الأمر، ليس الشكل، إنما المضمون. ماذا قدمت؟ هل أنت على قدر كلمتك؟ وأنتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم شهداء الله في أرضه. الناس خاصة عندنا في الكويت، الناس والله أنهم يقيمون الإنسان من أدائه. مجرد شهر شهرين ينتهي، يعرف تاريخه ويعرف طرحه ويعرف وضعه، شيء بسيط بسبب الثقافة العامة في المجتمع. هذا أمر مهم جدا. النقطة الثالثة وأختم بها، نحن أيها الأحبة في شهر فضيل وفي أيام مباركة. هذا الشهر الفضيل الذي ترفع فيه الحسنات
ويغفر الله فيه عن الزلات والسيئات. الإنسان لا بد أن يكون نظيف القلب، ولا بد أن نكون كذلك واقعيين وأكثر شفافية. نحن في الانتخابات من سلبياتها أن يكون في بعض الناس في قلبه شيء على أخيه، وهذا خطأ، هذا تنافس شريف. نحن في مضمار، والناخب حصان مع حصن، ما فيه إن شاء الله هذا يحمل على هذا التنافس الشريف. الدولة ما قصرت، فتحت الأبواب وأعطت كل واحد له الحق في الترشح والانتخاب، لكن الباقي هل يبقى في النفس شيء؟ إذا نجحت فهذا توفيق رب العالمين، ما نجحت هذا تقدير رب العالمين، وأخوي يستاهل أجي أبارك له ولا أحمل في نفسي أي شيء عليه، لا سيما مع وجود الصوت الواحد، لعله يميز الأمر، وهي فرصة لكثير من الناس في الترشح والانتخاب. أسأل الله بمنه وبكرمه وبواسع فضله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل معنا شقيا ولا محروما، وأن يجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير ويعصمنا من كل شر. كما أشكر وأثني على أبو براك جزاه الله خير على هذه الدعوة وهذه الجمعة، وهو من الناس اللي والله يستاهل، وهذه والله ما هي شهادة مني أبدا، والله أنها شهادة من الناس قبلي، لكن سيف مجرب وبإذن الله ما يخذلكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، وأن يجعل أن الانتصار إن شاء الله بإذن الله والنجاح حليفه، وفاله بإذن الله الكرسي. صلى الله على نبينا محمد. نشكر الدكتور سعد على تلك الرسائل الثمينة. في سنة 99 عندما استجوب وزير الإعلام لأخطاء فادحة في كتاب الله العظيم، أتت المغريات والضغوطات عليه من أعلى مستويات السلطة، وقال كلمته: كن مع الله ولا تبالي، فالحق أحق أن يتبع. مرشحكم حسين براك الدوسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، تقبل الله طاعتكم. أنا حقيقة ببذي مثل ما انتهى إليه الشيخ الدكتور سعد البجحان في آخر حديثه، إن هذه المنافسة منافسة رجال وفرسان، ويشهد الله علي ما في خاطري مثقال ذرة زعل على أي واحد بهذه الدائرة، لا غريب ولا بعيد، يشهد الله علي بهذا الشيء. وكذلك أبدأ بما انتهي فيه عريف الندوة في 99 كان لنا موقف في فضل الله عز وجل، أن قدرنا